حكايا الناس هي قصص من الواقع بحلوها ومرها، بلحظات الفرح والانكسار وبالمفاجآت اللي كتبدل مجرى الحياة. حكايتنا اليوم على هذا القلب، على المشاعر اللي ما كنختاروهاش، وعلى الأقدار اللي كتبدل في لحظة. كيفاش قرار بسيط يقدر يقلب الموازين، وكيفاش اللي كنا كنشوفوه مستحيل يقدر يولي واقع أجمل مما تخيلنا. خليكم معنا في حلقة جديدة من حكايا الناس اللي فيها أمل باش تعرفوا التفاصيل. غادي نكتشف شتي ما عمرني ما عاودت دازت داخل الحاجه معدومه في الحياه ديالي. سلام مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج حديث ومغزل. الونيسة ديالكم دائما معكم في الوحدة ديالكم، في الراحة ديالكم، في خدمتكم، وخصوصا في كوزينتكم واينما كنتم. ان شاء الله تكونوا مزيانين بخير وعلى خير، ويكون نهاركم داز مزيان ديال رمضان. حلقة اليوم زدت الإضاءة وغادي نبدل واحد الأمر اللي ما كراش أنه من بعد ما تفرجوا في هذه الحلقة تخليو لي لتحت التعليق ديالكم اللي فيها الآراء ديالكم، واش عجبتكم الحلقة ديال اليوم أو الحلقات اللي دازوا من قبل. لأنه في هذه الحلقة غادي تشوفوني كنخدم، ولكن غادي ندير الفوا اوف، الصوت ديالي من وراء داكشي اللي غادي تشوفوا، باش نلبي الخواطر للناس اللي تيقولوا بلي انهم تيديروا لي زيكوت باش يسمعوني ويديهم الناس، وايضا للناس اللي كانوا نسهم في الكوزينه ديالهم في خدمتهم وفين ما كانوا. دونك الراي ديالكم ضروري تيهمني، ما كراش انني نشوفوا لتحت في التعليق. في حلقه اليوم غادي نوجد جوج ديال الحاجات اذا كفاني الوقت بطبيعه الحال. قبل ما نبداو في حلقتنا اليوم خلينا نوجد المكونات نتاع شنو غادي ندير اليوم. تدا. لكن قبل ما غادي نبدا في هادشي بغيت نعلمكم باللي انه حلقه اليوم غادي تكون مبدله، حتى تعطوني رايكم واش الطريقه نتاع اليوم ديال التصوير اللي عجباتكم باش ما يكونش الضجيج نتاع داكشي اللي كنخدم، اولا الطريقه نتاع جوج حلقات اللي دازوا من قبل. اليوم غادي نقاد واحد الكوكيز اللي فيه لا كريم من الداخل. هادو هما المكونات اللي قدامي، خير ما تعطلش عليكم اكثر وهو الاول نجبدوا الطابليه ديالنا نلبسوها. الجلوفز هاد الساعه ما غاديش نحتاجوهم، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا حنان، تولدت وكبرت في عائله اللي هي مزيانه وبيئه مزيانه الحمد لله. انا الصغيره في الدار وعندي 6 ديال خوتي وحده اخرين، والديا بخير مع بعضياتهم. دوزت معاهم طفوله ما فيها ما يتعب. تنكبر وانا من داك النوع اللي ما عندوش مع العلاقات، اللي كنت دايا غير في قرايتي. وصلت ل9 وغادي نخرج من القرايه، ما عرفتش علاش، غير ما قال لي راسي وصاف. بقيت في ديك الدار وتنأكد أنه كنت ضد فكرة العلاقات، أو لا أنني نتعرف على شي حد، ولا حتى أنني ندوي معاه، سواء في مواقع التواصل أو لا حتى في الحقيقة. ورغم أنه إذا فاش كنخرج كيبداو كيتبعوني، لأنه ولله الحمد عندي حقي من الزين، غير هو عندي مشكل خلقي في يدي، وحدة غليظة على الأخرى، ولكن ما كتبانش للأغلبية. وهذا الأمر صراحة كان معقدني في صغري، وكان تيخليني انني نقلل من راسي. غادي ندير 23 سنه وغادي نتعرف على واحد السيد عنده طاكسي صغير اللي وصلني واحد النهار انا وماما واختي للدار، وصدفه صدق الله يعمرها دار، وبدينا كنجمعوا. عطانا النمره ديالو وقال لنا اذا بغيتو شي نهار الطاكسي انا موجود، غير صونيو ليا. فعلا سجلنا النمره ديالو، نزلنا من الطاكسي ومشينا للدار. وهنا اختي ما لقاتش التليفون ديالها، واش نساتو في البلاصه فين كنا ولا عند الطاكسي. اضطريت انني نعيط ليه لهاد مول الطاكسي، نقول نعطيه سميت حميد باش نشوف واش عنده في الطاكسي او لا يديني فين كنا. داكشي اللي كان غايجين عندنا انا واختي، وقلبنا الطاكسي ديالو والو، ودانا فين كنا ونزل معانا وما خدمش داك الصباح. بدا تيقلب حتى لقاه، غيبدا كيصوني على داك التليفون حتى غيجاوبو شي واحد، ومشى خداه من عنده وجابو لينا. السيد فعلا الله يعمرها دار ووقف معانا. فاش دخلنا للدار انا غادي نصيفط له ميساج عادي اللي فيه سلام خويا حميد، شكرا بزاف حيت وقفتي معنا اليوم، عمرني ما ننسى خيرك. قال لي لا اختي ما تقوليش هكاك، هذا راه واجب بالعكس. السيد الله يعمرها دار متخلق وكيدوي مزيان. من ديك اللحظه اللي صيفط ليه فيها ميساجات بقينا كنصيفطوا لبعضياتنا وكندويو. ارتحيت ليه بزاف، ما احترمني، ما تيقللش عليا الادب، كيعاملني مزيان. تنصوني عليه وقت ما بغيت الطاكسي، تيجي عندي كيتسناني في اي بلاصه بغيت وكينقص ليا الثمن، وتيقول لي اذا ما عندكش ماشي مشكل، المهم التعامل كان رائع. بقينا على تواصل في ميساجات حتى دازو الشهور، وسافرت لواحد المدينه اللي فيها مرضى خايبه، وبقى تيسول عليا وعطاني واحد الاهتمام اللي هو كبير، وتعامل معايا زوين لدرجه ولفتو وحسيت راسي انني تنبغيه.
وليت غير نشوف التليفون كنتسنى فوقاش يصيفط ليا، فوقاش يجاوبني. وليت مدمنه على حميد لواحد الدرجه اللي ما يمكنش، هامله راسي وكنديها فيه هو بزاف. فاتت ديك الوقيته والحمد لله بريت وجيت في حالي لمدينتي، وبقيت كنصوني ليه تيجي كيوصلني، وبقى التواصل في الميساجات 24 ساعه على 24. ما كنحبسش انا وياه من الكلام. حتى لواحد النهار قال لي نديرو شي قهوه حنان انا وياك. قلت له مرحبا. ديت معايا واحد صاحبتي باش ما نكونش غير انا وياه في خلوه، وجلسنا وبقينا تنهضروا. السيد كيعاملني مزيان، بقى كيدوي لي على حياته، على الاسرار ديالو اللي عمره ما شاركهم مع شي حد على حسب ما قال. وصرحني بلي انه كان عنده علاقات بزاف مع البنات من قبل، وبلي دابا عنده 32 سنه. كنت كنتسنى منه يقول لي راني بغيتك في الحلال حنان، او لا هاد العلاقه نسالوها بالزواج، ولكن للاسف ما قال لي والو في ديك الخرجه. ورجعت بحالي لداري وانا محطمه. بقيت على تواصل معاه وكنهضروا. علاقتنا تطورات لدرجه في عيد ميلادي جاب لي هديه اللي ما كنتش منتظرها منه، حيتاش كان تيبان بحال صارم. الهديه اللي كانت فيها مكانه اللي كانت غاليه وريحتها هي غاليه. فاش عطاني ديك الهديه زدت بغيته وقلت هذا باغيني المعقول. هو لحد الان ما معترفش بيا، ما معترفش حتى راه حنا في علاقه، لا والو. تيقول غير حنا راه اصدقاء، وقت ما احتاجيتيني حنان غادي تلقايني. هو كيعاملني بحال على اساس راه حنا مصاحبين. انا وليت مدمنه عليه، ما نكذبش عليكم. راكم عارفين التليفون ولا 24 ساعه على 24. انا ما بقيت كندير والو، كنعطيه الوقت ديالي كله وكنجاوبه. واذا سافر تنبقى نهضر انا وياه، واي حاجه دارها في حياته كنبقى كنشجعه وكندوي معاه. هو كان مره تيخرجنا وتيدينا لبلايص اللي هما زوينين اللي انا ما كنعرفهمش، وكيجيب لي الماكله وكيخلص عليا. صراحه كان مهتم بيا بزاف، ولكن في اي خرجه كنت تنرجع محطمه. واخا كندوز معاه النهار كامل ناشطه، تنجي للدار وتبقى تنقول هاد العلاقه ديالنا شنو هي؟ واش حب؟ واش تصاحب؟ واش غادي يتزوج بيا؟ شنو باغي مني هاد حميد؟ نهار على نهار كنزيد نبغيه، والنهار على نهار كنزيد نخاف لا نخسرو، حيتاش ما بيناتنا والو. كنخاف يجي شي نهار يقول لي انا غادي نتزوج، واذا قالها لي ما نقدرش نقول ليه علاش، حيتاش من البدايه علاقتنا ما بيناش شنو هي. طبعا انا ما تنقول ليه والو، وهو تيقول لي البنت اذا قلت لها انت يا الصديقه ديالي ما نبغيش تجي تقول لي شي نهار انا كنبغيك. طبعا انا هنا حيدت هذه الفكره، واخا راه كنت كنبغيه وكنعامله مزيان، ولكن عمر ما قلت ليه الحقيقه نتاع المشاعر ديالي. حتى هو كذلك، عايشين على اساس بلي انه حنايا اصدقاء. غادي تدوز على علاقتنا عام وحنا على داك الحال. تنخرجوا، تيوصلني، كيعاملني مزيان، كيسول فيا كل وقت، كيعطيني الهدايا وكيشري ليا. حتى واحد النهار بقى كنعقل، ركب مو القدام وانا جهزني في اللور. اول مره كنشوف مو حيتاش ما كنعرفهاش، هي نزلت قبل مني وبدات كتشوف فيا وكتضحك. انا ما ديت ما جبت، وصلني ونزلت وبديت نقول في خاطري يا ربي يقول لي راه ما عجبتيها، حيتاش ما فيا ما يتعب. واخا المشكل ديال يدي والله حتى زوينه، والفورمه ديالي كذلك ورزينه. واخا عاودت ليه المشكل ديال يديا قال لي هانيه انا ما عنديش مشكل، وزيدون راه ما تيبان والو، غير كتمرضي في راسك. فاش لقيت الفكره ديالو بحال هكا زدت ارتبطت به، وقلت ما كاينش اللي غادي يقبل بيا ويتزوج بيا بهذا المشكل اللي كنشوفه غير بوحدي. حنيت راسي وبديت كنقول خاصني هو، واذا ما كانش هو حتى شي حد ما يبغيني. ولكن والو، حلف لي يعترف ليا بلي انه كيحس من جهتي شي حاجه ولا كيبغيني. فاش شافتني مو كان في نفس النهار وصل اختي ولا غد ليه قال لي حاجه وحده مزيان. المهمتي تصادفات معاك وماشي مع اختك، حيت كنت تصادفات معاها غادي تقول لي ياك هذه هي اللي كنتي باغي، زعما حيت اختي كتهضر بزاف وكتبدا كتضحك وكتجمع. امه ما كتعجبهاش لي الدوي، بحال جاتو زله لسان انه جاب مو عن قصد باش انها تشوفني. المهم فات هاد الشيء وانا كنت كندير في الاوهام وكنتخيل بلي انه السيد غادي يتزوج بيا. واحد المره غادي صيفط لي اوديو مع عيالات خوه بثلاثه كيهضر معايا، قال لي راه معايا عيالات خوتي فلانه وفلانه وفلانه وراه دايرين بيا، غادي تنقز وحده من بيناتهم وغادي تقول ليه ايوا الربعه هي جايه في الطريق. قال لها شكون؟ قالت لي ديك اللي كدوي معاك دابا. ما قالش لا، راه الصديقه ديالي ولا نكر، خلى الموضوع فيه امل وبحال هكاك.
كل مره كنزيد كنتاكد انه باللي راه باغيني وباغي يتزوج بيا غير ما تيقولهاش ليا. فبقيت صابره، مرضت غير تنفكر واش بصح بغاني ولا كنضيع معاه وقتي وطاقتي. كنشوف في التصاور، الله يا سيدي يا ربي شنو نوع هاد العلاقه اللي بيناتنا اللي ما لقيت لها حتى سميه؟ اخوه، صداقه، حب، شنو هاد الشيء؟ عايشه في دوامه فيها بزاف ديال الاسئله. يعني هاد الشيء مرضني بمعنى الكلمه. بقينا على داك المنوال مده عامين اللي كلها تيخرجني تيوصلني كيعاملني مزيان، الهدايا واعرين اللي اختي صدموها حيتاش عمر شي حد من قبل دار ليا بحال هكاك. مفاجآت، واذا مرضت تيبقى سهر معايا ما تينعش وتسوال مع بزاف ديال الاهتمام والحب، ولكن باش يعترف والو. بقيت تنقول واش نمشي انا نعترف ليه، ولكن هو تيقول لي البنت اللي كتقول لي تنبغيك تنقول لها انت بحال اختي، وكنحبس ديك العلاقه حيت تيعجبني انه البنت اذا شفتها بحال اختي تبقى بحال هكاك. انا ما نقدرش نعيش بلا بيه، غير اذا تعطل شويه وما جاوبنيش نبقى حاسه بشي حاجه ناقصاني في حياتي، حيت هو كل شيء عندي للاسف. بقينا على هذا الحال حتى لواحد النهار كيتقلب عليا، كنصيفط ليه في ميساجات كيتعطل ما تيجاوبنيش، ميساج مورا ميساج، بين ميساج وميساج 24 ساعه واخا هكاك ما كيجاوبش. وانا بحكم ولفتو بديت كنمرض وغير تنبكي وضعافيت، ما تناكل ما تنشرب وغير تنفكر وتنقول علاش دار ليا بحال هكا سيدي يا ربي، خلاني حتى ولفتو. بقيت على داك الحال ووليت انسانه واحده اخرى، كل شيء لحظها فيا، جاوني داسان وغير تنبكي وما كنعرفش الناس. قطع عليا لمده اسبوع وحسيت بالفرق ديال الفراغ، حتى لواحد النهار جاوبني ووصلني للدار. لكن قبل سولته ما حميد غبرتي هاد الايام ومبقيتيش كتجاوب، علما انني ما بينش ليه بلي انني حزينه او لا بكي عليه. قال لي شوف يا حنان، انا وياك ما بيناتنا والو، راه ماشي حنا في علاقه باش نقول لك علاش كنغبر ولا نبرر لك. انا وياك غير بحال الخوت، عندك ديري شي حاجه في بالك حنان. درت فيه واحد الشوفه في المرايه حيت كنت تنجلس اللور وقلت ليه لا طبيعه الحال انا عارفه بلي انا وما بيناتنا والو، ولكن واش ماشي من حقي نسول على خويا؟ ياك انا اختك غير شفتك غبرتي وقلت مالك. ايوا هكاك لا يصحاب لك بلي راه كاينه شي حاجه وديريها في بالك. فاش قال لي ديك الجمله في ديك اللحظه حسيت حيله هزيتي شي موس وخشيتيه ليا في قلبي. بداتي يضرب بغا يسكت، واحد اللحظه قلت غادي نسخف، ولكن الحمد لله انني قدرت ما نبين ليه والو قدامه. خلصتو وخرجت من ديك الطاكسي محطمه، مشيت 6 ما قدرتش ندخل حتى للدار. بديت تنقول يا سيدي يا ربي وكنبكي، يا سيدي يا ربي علاش دار ليا بحال هكا حتى ولفتو، حتى دازت عامين يا سيدي يا ربي علاش ما بغاش يتزوج بيا، علاش ما بغانيش في حياته، واش فيها شي نقص، واش حيتاش عندي مشكل في يديا، واش انا خايبه حتى لهاد الدرجه، علاش ما نكملوش انا وياه، علاش ما اختارنيش. المهم راكم عارفين بزاف ديال الاسئله اللي بغاو يحمقوني واللي ما لقيتش ليهم جواب. حسيت باللي انه دارها ليا بالعاني، خلاني حتى تشبت به وغادي يسمح فيا، ولكن الحمد لله انه قدامه ربي عطاني القوه اللي ما تصورش على البال. بكيت حتى شبعت ودخلت لدارنا بحال ما واقع والو نعاس، حتى غادي يضرني الفيقه مع 3 ديال الصباح. نضت توضيت صليت 2 ركعات وبديت كندعي في السجود بواحد الحرقه، قلبي بغى يطرطق، السجاده ديالي عمرات بالدموع. بديت كنقول يا ربي كيف ما دخلتيه ليا لقلبي خرجوا ليا منه، يا ربي عوضني خير منه وخليه يندم 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 على النهار اللي فكر يدير ليا فيه بحال هكا، حيتاش انا عارفه انه دار هادشي كله غير باش يشوفني تنطلبو ونبدا نبكي حداه. يا ربي كيف ما صبرتيني قدامه وما دات حتى شي ردة فعل، بغيتك تعوضني باللي يستاهلني ويصوني ويبغيني. انا باغا ننساه وهو بغيتو يندم يا سيدي يا ربي. عقلو مزيان على هاد الكلام. بقيت تنبكي على السجاده حتى تنفخوا ليا عيني، وحسيت بواحد الفراغ في قلبي، واحد الاحساس اللي كان زوين من زمان ما حسيتوش. مشيت رجعت نعست وكان شيئا لم يكن. ويا سبحان الله فاش فقت الصباح بحال عمرني ما عرفته ولا بغيته ولا كانت عندي معاه حتى شي قصه، واحد الراحه عجيبه، قلبي صافي وخاوي ومرتاح. ما هزيت التليفون، ما فكرت فيه، ما قلت ارا نشوف واش صيفط ليا. ذاك الاحساس اللي حسيت به كان عجيب. بديت كنقول واش انا هي حنان ديال البارح؟ الحمد لله يا سيدي يا ربي لهاد الدرجه نسيتو. داز نهاري زوين وحسيت براسي مرتاحه،
من بعد عامين من الخوف والتفكير في علاقه اللي ما بيناش. جا الليل وحسيت براسي مرتاحه، صليت صلاتي كيف ديما ديال العشاء ومشيت لبلاصتي باش نعس. وانا نهز تليفوني غنلقى واحد الميساج من عند واحد السيد قال لي فيه السلام عليكم. ترددت باش نجاوبه، حيت خصكم تعرفوا بلي انا ما كنجاوب حتى شي حد ما قبل، لانه كنت معمره راسي غير بهاد حميد بحكم انني كنت باغاه ليا. لكن هاد المره غادي نجاوب ديك النمره اللي ارتحيت ليها. دوا معايا مولاها بكل احترام وكل هدوء، وقال لي واخا تعرفيني براسك مرحبا. بقينا داويين انا وداك السيد لمده يومين في ميساجات، وما طلب مني لا صوره ولا رقم ولا حتى حاجه. النهار الثالث كنتفاجئ انه تيقول لي عافاك اختي حنان، بغيتك تعطيني الرقم ديال باباك باش نطلب يديك منه. راني في هاد يومين صليت صلاه الاستخاره وارتحيت لك بزاف وبغيتك حقيقه على الحلال. يا على احساس، عيني تغرغروا وقلت كيفاش، واش العوض ديال مولانا كيجي بهاد السرعه؟ المهم قلت ليه ضروري ندير واحد اللقاء بحكم انه ساكن في مدينه واحده اخرى باش نعاود ليه على المشكل تاع يديا. غادي نتلاقاو في واحد المدينه اللي هي قريبه لينا بزوج. والسيد ما شاء الله يديه ما مداش ليا باش يسلم عليا، متخلق متدين مؤدب، صلاته ما شاء الله ما فضلته قدامكم. ارتاحينا لبعضياتنا، عاودت ليه المشكل ديالي والسيد فاهم واعي وقال لي داكشي ديال الله، بالعكس انتيا زوينه ما بين فيك والو وانا قابل بك وباغيك كيف ما انتيا، حيت ارتحيت ليك وربي اختارك ليا يعني فيك خير. انا الحمد لله بدوري متبعه صلاتي، كنخاف الله، ما كنعطي وقتي لحتى شي حد وما كنديرش علاقات، كنخاف من الحرام وعمر شي حد ما تقرب مني. المهم فعلا عطيته الرقم ديال بابا ودواليه وخطبني منه. اتفقنا باش اننا نديرو الخطبه شهر من بعد، وسبحان الله النهار اللي فيه داك مول الطاكسي دار ليا بحال هكاك بقيت كندعي، صبحت مرتاحه بالليل ربي صيفط لي هاد السيد بهاد السرعه، ربي جاوبني. خطبني من با وجاب الخواتم وكبر بيا، جاب عائلته، والسيد ونعم الرجل، متدين متخلق واعي قاري واستاذ تربيه اسلاميه من الفوق. من مورا الخطوبه قررنا باش نديرو العقد دغيا. في هذا الوقت بديت كنصوني على مول الطاكسي، لا ما تخافوش غير باش يوصلني بالعاني باش ما نبين ليه والو بلي راه كنت كنبغيه وبلي راه سمح فيا ولا راه كنحس من جهته بشي حاجه. غادي يجي باش يوصلني حيت كنت غادا عند واحد صاحبتي غيقول لي بغيت ندوي معاك حنان. اييه مرحبا اخويا حميد. زدت حسستو بلي فعلا انت راك خويا. قال لي انا حنان كنت باغيك للزواج وراني تنبغيك، وراه ملي تزوجتي وانا ماشي مزيان. تحطمت حيتاش تزوجتي وراه ما كنعش بخير وبقات بلاصتك، والميساجات ديالك والاهتمام ديالك بقات بلاصتك كبيره في قلبي يا حنان. علاش تزوجتي؟ علاش تخطبتي؟ راني عاد سقط الخبر، علاش درتي هادشي كله في السر؟ قال لي كون قلتيها ليا انا اللي نجي نخطبك، انا بغيتك وكنت باغيك للزواج يا حنان. بقيت نشوف فيه وبكل ثقه ما خرجت ليا ولا دمعه. شفت فيه مزيان وقلت ليه اسمع يا حميد، انا كنت ما بين يديك وخسرتيني. شفتي كون قلتي لي بلي انا باغيك وباغي نتزوج بك ما كنتش نقدر نسمح فيك، حيت دوزت معاك اخويا حميد عامين فيها الحلوه والمره وكنعرفوا على بعضياتنا كل شيء. قال لي راني عارف راسي غلط، نهار قبل ما نعرف حميد هذا السيد كنتي قلتي لي عندك ديري في راسك شي حاجه، راه ما بيناتنا والو، باقي عاقل. انا فاش تاكدت سيدي ربي رزقني بهذا ولد الناس اللي قبلت به. لما كنت بغيت نتزوج كنت درت الشهاده هذه. عارف راسي حنان راني غلطت وراني ندمت بزاف. عاودها ليا قسما بالله، قالها ليا بهذه الطريقه لحميت تشوك، وكنت كنتفكر كيفاش طلبتها في السجود، كنت نقول يا ربي خليه يندم وكيفاش قلتها قالها ليا بنفس الطريقه. انا عارف دابا ما غادي ننفع بوالو، عافاك شوفي ليا شي حل، راني تنبغيك وما نقدرش نعيش بلا بك، انت اللي كتفهميني، انت هي اللي عارفاني حنان. انا وياك خوتا حميد كيف قلتي، انت خويا وانا اختك، وما تبقاش تقول لي هذا الكلام لانه انا دابا راني تخطبت، انت اللي درتي هذا الشيء بالسر وانا ما كنتش عارف. انا بصح كتمت كل شيء حتى دازت الخطوبه، نزلت من ديك الطاكسي وخليته محطم كيف ما هو خلاني محطمه اخر مره، خليته ومشيت قضيت شغالاتي. دازت شي سيمانه وجا السيد اللي خطبني نديرو العقد. اتفقنا باش نديرو عرس اللي هو بسيط ما بين العائله. جا ودار لي عرس وداك مول الطاكسي بحكم انه حتى العائله تيعرفوه فكانوا تيعرضوه كل مره، وكان تيجي كيحضر وهو كله محطم ما قادرش يهز الراس. عرفتوا شنو هي تجي تحضر العرس وحده كتبغيها وخسرتيها وما غاديش تلقى بحالها؟
حسيت باللي ديك البرتقاله المره هو اللي كان البطل ديالها. بغاني وما قالهاش، ولفني وما قالهاش. المهم السيد عاش اللي عيشني. درت العرس الحمد لله هاد العام، وجيت عند راجلي لمدينته تبعته الحمد لله. انا عايشه معاه مزيان ونعم الزوج، ربي عوضني احلى عوض. ما بقيتش كنفكر لا في داك مود الطاكسي لا في غيره، واخا غريبه هنا وبعيده على والديا وخوتي وصحاباتي والمحيط ديالي، واخا هكاك الزوج ديالي ما مخليني حاسه بحتى شي حاجه ولا حتى بشي فرق الحمد لله. ربي رزقني بهذا السيد كنحس به فيه كل شيء، كيهتم بيا، كيتعامل معايا مزيان، ونساني في كل مر مريت منه بما تحمله الكلمه من معنى. نسيت داك حميد مول الطاكسي حتى لدابا، فاش جبدته عاد فكرته انه راجلي معمر ليا داري وعقلي وقلبي الله يخليه ليا. هاد الزوج اللي رزقني به مولانا الله يرزق به كل وحده، لا صلاته كتفوتو، كيعلم الدين ديالنا وكيجي للدار كيعلمني القران، كينوضني الفجر، وعايشين حياه اللهم بارك كلها سكينه وراحه. دار لي قيمه وسط عائلتي وعائلته، دار لي داري بوحدي، بعدني على الصداع ومعيشني بخيره. هادشي كامل بفضل مولانا اللي يسر لساني للدعاء في اقل من 24 ساعه. جاء احلى عوض واكثر من داكشي اللي كنت متخيلاه. هذه هي كانت حكايتي اللي منها بغيت نقول لكم دعيو معايا بالذريه الصالحه، حيتاش باقي ما جابش الله، وهذا هو المطلوب من هذه الحكايه من غير العبره ديال العوض. هذه كانت حكايتنا الليله. بعض المرات تيبان لينا بلي انه بعض البيبان كتسد قدامنا، ولكن في الحقيقه هي كتسد غير باش مولانا يفتح لنا باب خير. في هذه القصه العوض ما كانش غير في شكل شخص جديد، ولكن في درس كبير. الحب الحقيقي هو اللي كيتبنى على التقدير والاختيار، ماشي على انتظار الاوهام. اما اللي ما قدركش في البدايه فحتى اذا جا متاخر غالبا غادي يكون الوقت باللي فات، لانه الحياه ما كتوقفش والقدر ديما كيعرف فين يديك. وهكذا كتنتهي حكايتنا اليوم، ولكن كل نهار كاينين حكايه جديده في انتظار انها تروى. وكيف شفتوا غاتو كوكي ها هو راه طاب لينا. المافنز اللي درت هما تيطيبوا. حتى تخليو لي لتحت التعاليق كيف جاتكم الحلقه ديال اليوم، وما تنسوش انكم تدعيو مع صاحبه الحكايه بالذريه الصالحه. دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو في حلقه جديده قريبا ان شاء الله، وسلام سلام.